صباح الفل. قال لك واحد اتنين الطعمية فين؟ ما انا كمصري مش اهلاوي او زملكاوي، انا كمصري ممكن اقول لك الطعمية فين، بس مين اللي هيزعل؟ ما انت اللي هتزعل، بس حرصا مني على العلاقات المصرية السعودية الاخوية انا مش هقول لك ده. بس حاول لما تيجي تتكلم في حاجة هتتنقل عنك كلام، هيتاخد عنك كده ويبقى تصريحات او هتطلع على الشاشات، حاول تبقى فايق. تبقى فايق ازاي يا عم؟ انا ما بقولش انت بتشرب حاجة لا سمح الله، بس مفهوم او معروف علميا ان الواحد لما بياكل اكلة تقيلة زي الكبسة عادة بتقفل بعض الخلايا المسؤولة عن التفكير في دماغه، فعلشان كده أنا هاخدها من الزاوية دي، ومش هعتبرك كنت بتتكلم كلام تتسأل عنه، وهعتبرك كنت بتهزي، لكن هحاول أفوقك بكلمتين. أنت بتقول إن مفيش حاجة اسمها تاريخ، وإحنا أولاد النهاردة، والاتحاد فنيا يكسب الأهلي. الاتحاد النهاردة عنده نجوم عالميين، وعنده من السرعة ومن الأداء الفني اللي يخليه إن هو يكسب الأهلي، يعني بنسبة 60 65 70%. أنا معاك في ده، ولكن احنا طبعا راهنا على شخصيه النادي الاهلي اللي ياما اتحطينا في مواقف اصعب من كده بكتير، واصعب من الاتحاد، مفيش مقارنه يعني. كنا بنثبت نفسنا وبنعمل الصح. ولكن يا سيدي خليني اقول لك ان ليه في حاجه اسمها تاريخ. في حاجه اسمها تاريخ لانك لما رحت تشتري كريم بنزيما انت اشتريته بالرقم ده، مش عشان اداء كريم بنزيما كلاعب موجود النهارده، لان كريم بنزيما بادائه ده النهارده في لعيبه كتير اداءها احسن منه. ومع ذلك انت لما دفعت في الرقم ده انت دفعت بناء على بطولات وانجازات وارقام وتاريخ للاعب هو عمله في اوروبا، على اساسه دفعت الفلوس دي. وكذلك مع كانتي ومع رومارينيو واي لاعب عامه انت اشتريته بفلوس سواء مبالغ فيها او غير مبالغ. عامة أي لاعب أنت اشتريته بالتاريخ بتاعه، بالاسم بتاعه، بالبطولات اللي حققها، وبالأرقام اللي عملها، والإنجازات برضو اللي عملها. تاني حاجة، ما أنت كسبك الماتش اللي فات في الدوري عندكم فريق ضنك، فريق طارق حامد تقريبا، يعني كسبك ضنك. لو خلينا التاريخ على جنبه ومفيش حاجة اسمها تاريخ، يبقى معنى كده إن أي حد هيكسب النهاردة هو الأفضل، فبنفس المنطق فأكيد ضنك أحسن منك، فده مش منطق. أكيد أنت بتهزي زي ما اتفقنا، انت واكل اكله تقيله شويه، وادينا بنفوقك مفيش مشكله. طب هنروح بعيد ليه؟ ما انا كنادي اهلي كسبت روما وكسبت ريال مدريد بطل القرن في اوروبا. هل انا لما كسبت ريال مدريد قلت انا افضل فريق في العالم؟ لا، انا قلت انا كسبت بطل العالم، انا قلت انا كسبت افضل فريق في العالم. اذا التاريخ بتاع ريال مدريد انا ما شلتوش على جنب وقلت له تعالى كده وسع سكه. وكذلك لما مصر كسبت ايطاليا في كاس القارات، كاس القارات كانت وقتها ايطاليا حامل لقب كاس العالم في 2006، وبطولة كأس القارات كانت 2009، يعني من 3 سنين كانت إيطاليا هي المستحوذة على لقب كأس العالم، وأنا كسبت إيطاليا. هل معنى كده إن أنا كسبت الفريق اللي كسب كأس العالم يعني معنى كده إن أنا كسبت كأس العالم؟ ما ده يبقى هذيان مني زي بالظبط الهذيان اللي أنت بتعمله دلوقتي. زي ما قلت لك يا صاحبي، انا لما كسبت ريال مدريد او كسبت روما مش معنى كده ان انا افضل من الفرق دي. لما الاهلي كان بيتصنف في العالم على انه اول في البطولات القاريه، مش معنى ده ان هو احسن من برشلونه، مش معنى ده ان هو احسن من ريال مدريد والفرق العالميه دي كلها. ولكن دي انجازات تتاخد بعين الاعتبار وتتحط برضه في تاريخك، ليك نقط مضيئه زي ان انت تقول لي انا كسبت النادي الاهلي. مش هقول لك انت كسبته ازاي وفي انهي بطوله، وبطوله وديه ولا غير وديه، بس في النهايه بتتحط كانجازات بالنسبه لك انك كسبت النادي الاهلي المصري. زي بالظبط ما انا بقول انا كسبت ريال مدريد، وبقول انا كسبت روما، وزي ما احنا كمنتخب مصر بنقول ان احنا كسبنا بطل كاس العالم ايطاليا. لكن الغلط يا نجم واللي مش صح هو اللي انت بتعمله. انا لما كسبت انا ما قللتش من الفرق اللي انا كسبتها دي، بالعكس. بص يا نجم، العبره مش بان انت تفوز على فريق، العبره بان الفريق اللي انت بتفوز عليه يكون عنده تاريخ، وكل ما زاد تاريخه وكل ما زادت قيمته كل ما زادت قيمه الفوز بتاعك. يعني من مصلحتك انك تبقى عارف قيمه الاهلي اللي انت كويس قوي عارفها، ولكنك بتقلل منه ومفكر ان دي شطاره او نصاحه، ان انا لما اقلل منه ابقى انا كده اعلى. بالعكس، انت لو اديت الاهلي قيمته الحقيقيه وكسبت الاهلي، يعني معنى كده ان فوزك بقى له قيمه وله معنى وطعم. يا عم قشطه تمام. وبما اننا اتفقنا في الاخر ان في حاجه اسمها تاريخ، فاحب افكرك ان انا شاركت في البطوله دي 9 مرات، وان انت شاركت فيها مره واحده لمجرد بس ان انت من البلد المستضيف. صباح الفل، واللي يكسب انا والله الف مبروك وشكرا.